يسعد لي اوقاتكم اصدقائي، من وين متابعوني وباي وقت متابعوني. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. فيديو اليوم بقلاوه الصدف بطريقه سهله وبسيطه والطعم ولا اطيب، مع اطيب الحشوه راح نجهزهم مع بعض. اذا اول مره تشوفوا قناتي بتمنى لا تنسى لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل الاشعارات. ويلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. اول شي راح نجهز مع بعض الحشوه يلزمنا لتر ونصف من الحليب. طبعا فيك تستغني عن هاي الحشوة وتبدليها بالحشوة اللي انتي بتحبيه. راح نضيف عليها ربع كوب من الخل وراح نحركها طبعا على النار. هلا بتفرط معنا الحليب ما شاء الله، ما بياخد وقت كتير، فورا فرط. هلا بالمصفاية بنصفيها نهائيا، بس اول شي راح نشوف عن القرب كيف صارت معنا الحليب، كيف فرط معنا نهائيا. وبديل الخل عصير الليمون، فيك تستغني مثلا اذا الخل مش متوفر فيك تستعملي عصير ليمون. هلا بنصفيها، بنخلص من الماء اللي فيها. طبعا بيلزمنا مصفاية، واذا مو متوفر هاي المصفاية فيك تستعملي قماش او كيس اللي بنستعمله للبنة والجبنة. بنخلص من كل السوائل مثل ما انتم شايفين، بكبس عليها مشان اخلص نهائيا من السوائل اللي فيها. وهلا بنحطها على المحرمة مشان تنشف على الاخير، تقريبا بخليها ساعتين. طبعا انا بدلت المحرمة مشان ينشف على الأخير. وفيكي كمان بدل المحرمة تحطي قماشة وفورا تنشف، ما بياخد وقت منك نهائيا. وبعد ساعة كمان فيكي تستعمليه، يعني مو ساعتين. ما شاء الله نشف نهائيا، ما ضل فيها ولا سوائل. وكيف نتأكد ما فيها سوائل؟ بهاي الطريقة نشدها شوي، إذا فيها سوائل رح يبين معنا، بس نشف على الأخير. راح نضيف ملعقة من قشطة البوق، إذا ما في عندك فيكي تستعملي القشطة المنزلية. 3 ملاعق من الفستق حلبي. وكمان المكسرات شغلة اختيارية، أي مكسرات متوفرة عندك أو تستغني عنها. وهاي الحشوة اختيارية، فيكي تستعملي بدالة القشطة المنزلية. أنا قبل هالمرة ساويتها، راح أحط الرابط بصندوق الوصف أو إن شاء الله راح يبين معكم على الشاشة. ضفت ملعقة من القشطة مثل ما أنتم شايفين، وراح أشكلها كرات. وإذا فرط معي وما شكلت معناته لسه بدها القشطة، راح أزود نص ملعقة تانية حسب الكمية اللي انتي ساويتيها. يعني بتزودي القشطة حتى تتماسك معك الحشوة. راح نشكل الكرات حسب حجم اللي انتي بدك، اصغر او اكبر هاي الشغلة بيرجع لك. الكرات كلها صارت جاهزة، وعندي باكيت من عجينة البقلاوة مثل ما انتو شايفين. بس الباكيت اللي عندي يعني 450 غرام، مو باكيت الكبير مشان تعرفوا. راح اغطيها كتير منيح، لازم اذا غطيناها القماش يكون فيها شوية رطوبة، ونغطيها مشان ما تنشف معنا. يعني كل ما نطالع العجينة لازم نرجع نغطيها كتير منيح. عجينتين استعملتها، هاي ورقتين من عجينة البقلاوة، ومثل ما انتم شايفين عم لفها بهاي الطريقة. طبعا من الجهتين خليت تقريبا سنتيمين 2 سنتي من هاي جهة و2 سنتي من الجهة الثانية. لفة كتير بسيط وسهل، يعني ما بياخد وقت منك ولا بيعذبك. بنص ساعة بتجهزي كل شي. بعد ما صارت عندي جاهزة بدهن الجانبين بشوية السمنة. انتبهوا، وفيكي تستغني عن هاي الخطوة، يعني فيكي ما تحطي السمنة كمان بصير ما بيعذبك نهائيا. بس لازم تستعجلي شوي مشان ما تنشف معك العجينة. كلنا بنعرف انه عجينة بقلاوة بس تنشف بينكسر معنا. ومنحط الكرات الحشوة اللي جهزناها، وبنحاول نسكر من كل الطرفين. الطريقة كتير واضحة بالفيديو، ومثل ما خبرتكم ما بياخد وقت منكم نهائيا. حطيت تقريبا 5 كرات مثل واضح بالفيديو. هلا بالسكين بقطع بالنص، كل نصين هيك بسكر من طرفين بأصابع ايدنا، مسكرة كتير منيح مشان الحشوة ما يطلع من الجوانب بالفرن. وبنحطها بالصينية تبع الفرن طبعا. وبنكمل هاي الطريقة كل العجينة. طبعا راح نساوي هلا مع بعض لوحدة تانية مشان نشوف الطريقة. أهم شي نسكرها من جانبين كتير منيح مشان ما تفتح معنا ويطلع الحشوة بالفرن. طريقة سهلة وبسيطة، ومثل ما خبرتكم ما بياخد وقت. وبصراحة كتير كان طيبة، أطيب بقلاوة دقتها بصراحة. كأنه جاهز، اللي داقة قال ما شاء الله كأنه جاهز. قرمشتها كتير طيبة. وطبعا الحشوة هاي حشوة فيك تستعمليها للقطايف، لأي من أنواع بقلاوة، للكنافة، يعني الحلويات اللي بدها الحشوة فيك تستعملي هاي الحشوة. ونشوف واحد تاني كمان مع بعض. جبت
عجينة، ورقتين من عجينة بقلاوة، ومثل ما خبرتكم باللمة مثل ما هو واضح بالفيديو. وقبل هالمرة كمان عملت بقلاوة بطرق كتير مختلفة، رح احط الروابط ان شاء الله بصندوق الوصف او رح يبين معكم على الشاشة. ومثل ما خبرتكم القشطة المنزلية كمان قبل هالمرة سويتها، وراح احط الرابط بصندوق الوصف او رح يبين معكم على الشاشة. بعد ما كبستنا على البعض حطيت الكرات الحشوة اللي جهزناها وبلفهم من جهتين مثل ما انتم شايفين. وهلأ بكبسن كتير منيح وبقصن مرة تانية بالسكين او بقطاع البيتزا اللي بتحبوا تساووه. شكلها كتير بتشهي والطريقة سهلة. اهم شي انه وقت نلفها منسكرها كتير منيح من طرفين مشان ما يطلع الحشوة. وكمان قبل هالمرة عملت طريقة أنا سميتها حلا كشكشة بصراحة، لأنه ساويتها مثل الكشكشة قبل سنتين ساويتها، وهلا من جديد دارجة باليوتيوب. طبعا لما أنا ساويتها أخذتها من جارتي التركية ما شاء الله عليها، علمتني، بس هلا صارت دارجة باليوتيوب. راح احط الرابط بصندوق الوصف او راح يبين معكم على الشاشة. كمان طريقة كتير سهلة وما بياخد وقت منكم، وبصراحة كتير كانت طيبة. وهيك صارت عندي البقلاوة جاهزة ما شاء الله، شكلها كتير حلو. بندهنها كتير منيح بالسمنة. طبعا إذا عندك سمنة حيوانية كتير منيح، وإذا ما في أي سمنة متوفرة عندك انتبهي. إذا بدك تحطي زبدة، الزبدة ما يكون فيها سوائل. كنا بنعرف إنه الزبدة أغلب الزبدة فيه سوائل، مشان هيك أنا استعملت بصراحة السمنة الأصيل. إذا ما في السمنة نباتية أي نوع متوفر عندك فيك تستعمليه. هلا بنحطه بالفرن على درجة 180. أول شي نشغل التحت وبعدين الفوق. هاي الشكلة ما شاء الله كتير حلو. قبل هالمرة عملت معكم قطر بكل الحلويات، كاستين سكر وكاسة مي، وبنحطهم على النار بس تغلي شغل 5 دقايق. بعدين نضيف عليها عصرة ليمون وملعقة ماء الزهر ونتركها تبرد، وبنضيف على البقلاوة السخنة والقطر يكون بارد، ومنزينها بالفستق حلبي أو أي مكسرات اللي بتحبي. وطبعا بدون التزيين كمان شكلها وطعمتها كتير طيبة. هلا بنشوف قرمشتها كيف كانت. طبعا مع صوت موسيقى ألعاب ابني رح تسمعوا القرمشة. جربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها. وإذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وإذا عجبكم فيديو ابعتوا لحبايبكم أصحابكم. ووصلنا لنهاية الفيديو. بالعافية عليكم، أشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.